الساعة دي أنا جربتها في كل السيناريوهات وجاي أنقل لك تجربتي الكاملة وأقول لك المميزات والعيوب، لأننا من الطبيعي ما بنحبش الحاجات التقليد، ومن ساعة ما أبل أعلنت عن ساعتها الأبل ووتش ألترا وإحنا شايفين التقليد بتاعتها مغرقة السوق حرفيا، لكن اللي كان بيشتريها يلبسها شوية وبعد كده يمل منها لأنها في النهاية مش بتقدم أي مميزات وتبقى فلوسك في النهاية راحت عليك. عشان كده في ناس تانية بتحب تبقى اعتمادية وتحافظ على فلوسها وتبعد عن التقليد كشكل ومضمون بقدر الإمكان، خصوصا لو في صفقة ممتازة. ولو انت منهم فالفيديو ده ليك، لان جايب لك ساعة فيها كل المميزات اللي ممكن تحتاجها وبسعر كويس وببراند خاص بنفسه، يعني هتبعد عن حوارات الساعات التقليد دي كلها. ان شاء الله النهارده معانا ساعة اصلية اسمها وي فلاي كيرف، ساعة اموليد ضد المية، وهنشوف مع بعض دلوقتي مراجعتها الكاملة. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع ساعة وي فلاي كيرف. الساعة دي من اول ما جات لي وانا مش عايز اقلعها من ايدي خالص، وكنت مفكر ان انا هجربها يومين وخلاص، ولكن لا، طلعت فعلا ممتازة واعتمادية، وهقول لك كل المميزات والعيوب. ولو انت حبيت تشتريها ادخل على الرابط اللي موجود في الوصف او التعليق المسبق. اول حاجة هتلفت الانتباه هي التصميم اللي بيجي على عكس كل الساعات المستطيلة المتكررة، ودي شايفها نقطة ايجابية. هتلاقي على ظهر الساعة مكتوب اسمها وي فلاي كيرف اي بي 68 اموليد، والحزام او الاستيك بتاعها بيتفك بالسوستة دي بشكل بسيط جدا، هتشدها وكده يبقى خلاص انت فكيت الساعة. نفس الكلام من الناحية التانية. وزن الساعة كخامات تقيلة، مش ساعة بلاستيك والسلام، ومش قصد تقيلة انها تخنق ايدك وانت لابسها، انا بقول لك كده عشان تعرف ان الخامات اللي مصنوع منها الساعة دي ممتازة جدا. الجزء ده معدني وكمان بنفس الشكل بتاع الاطار، ومن الجوانب هتلاقيه معمول بشكل شيك ومتعوب عليه. حتى الجزئية دي حادة جدا لدرجة انك لو مشيت ايدك عليها هتحس بالحواف الشرب بتاعتها، عشان تبقى عارف ان الجودة هنا 100% كويسة. في تصميم الساعة من تحت هتلاقي النقطتين او الدايرتين دول اللي هم مسؤولين عن شحن الساعة لما توصلها بالسلك بتاعها، اللي بيجي بدايرتين من المغناطيس عشان يبقوا بقطبين مختلفين عشان يثبت سلك الشحن بقدر الامكان مجرد ما تقرب الساعة منه. بين القطبين دول هتلاقي السنين الصغيرين اللي بيندمجوا مع الساعة عشان تبدأ الشحن، اللي لو جربتها اكتر من مرة هتشبك في الساعة بكل سلاسة وبساطة. بس اللي مش عاجبني قوي ان المغناطيس ده مش قوي بما فيه الكفاية، يعني مجرد لمسة بسيطة الساعة بتتشال من على الشاحن. ولكن ممكن نحل المشكلة دي باننا ما نهزش الشاحن والساعة عليه. ولو عكسنا اتجاه الشحن طبعا مش هيركب، لازم يكون بالاتجاه الصحيح. تصميم الساعة جميل، وابرز ما يميزها شكلها الدائري باللون الاسود المط اللي مديها ملمس وشكل بريميوم، مش مجرد ساعة عادية. زائد كمان ان الاطار بتاعها سليم 11.2 ملم، وده بيخليها وهي في ايدك كأن ملهاش اي ارتفاع، فبتبقى مريحة جدا في الايد بقى سواء وانت نايم او بتتحرك والكلام ده كله، فما تبقاش متعرضة بشكل كبير انها تتخبط بشكل متكرر. في الاطار من اليمين معانا اول حاجة الزرار اللي هو الكراون ده، اللي لما بتضغط عليه بيدخلك في قائمة التطبيقات وقائمة الإعدادات بتاعة الموبايل اللي تقدر تشوف منها كل حاجة، وهنتكلم عنها كمان شوية. زائد انت لو بتلفه والساعة على الواجهة الرئيسية بيبدأ يبدل لك ما بين كل واجهة والتانية من الواجهات اللي انت تبقى اوريدي منزلها او اللي كانت نازلة عليه بالفعل لساعة ما فتحت العلبة. تحت الزرار ده هنلاقي المايك اللي بيشتغل بكل كفاءة وبيلقط الصوت كأنك بتتكلم في موبايل عادي جدا وجودته فوق الممتازة. من تحت هتلاقي الزرار ده، وده تقدر تخصصه بأي شكل. لما تدخل في قائمة الإعدادات هتلاقي مكتوب لك جوه الزر الاسفل، وتقدر تحدده على اي تطبيق انت عايزه، او ممكن تحدده مثلا انه يشغل الفلاش او اي شيء. لكن هنا انا مشغله في التمارين بحيث ان لما اضغط عليه يجيب لي قائمة التمارين واختار منها التمرين اللي انا عايزه. كل ده بشكل سريع عشان انا مثلا شايف ان دي حاجة ممكن اكون محتاجها، لكن انت تقدر تخصصه باي شكل انت عايزه. في الاطار من الناحية التانية مش هنلاقي غير السماعة الخارجية، وطبعا دي صوتها كأنك برضو مشغل موبايل صوته عالي وجودته حلوة، بس مش الصوت اللي هو الفخم زي ما انت متوقع. برضو في الاول وفي الاخر دي سماعة موجودة في مجرد ساعة. على الرغم من الفتحات الموجودة في الساعة دي إلا إنها بتيجي فعلا ضد المية، وأنا جربتها في أكتر من سيناريو وبيجي عليها المية عادي جدا ومش بتتأثر بأي حاجة. في حاجة بقى لاحظتها جميلة قوي، لما المية بتيجي على الساعة بتطردها مش بتلزق عليها ويبان شكلها مبلول، وزي ما واضح معانا كده في الفيديو هتحس إن بعد ما حطيتها في المية برضو في النهاية شوية نقط مية بس اللي جت على الساعة. طيب لو سبتها في مية لمدة طويلة مش هتتأثر بأي شكل وهتشتغل معاك زي الفل ومفيش أي مشكلة، وأظن واضح معانا في الفيديو. وكل ده لانها بتيجي بمعياريه اي بي 68 اللي مش مجرد ارقام وخلاص. في حاجه ما عجبتنيش قوي في التصميم بقى، هو الاستيك بتاعها اللي على الرغم من انه لايق جدا عليها الا انه بيجي سيليكون، بتحسه مش احسن حاجه. انا اول ما بدات البس الساعه دي كان بيضايقني جدا، لكن مع الوقت ايدي خدت عليه. بس برضه لو عرفت تغيره او تشتري استيك تاني يريحك يبقى انت هتبقى مبسوط اكتر، وطبعا هتلاقيه متوفر في كل المحلات عادي. اتكلمنا عن التصميم بقى بما فيه الكفايه، وطبعا في الاول وفي الاخر التصميم بيرجع للذوق الشخصي. هو
وعجبني، ولكن هستنى منك انك تقول لي رايك في التعليقات. ننتقل بقى للنقطه الاهم في الساعه وهي الشاشه اهم ميزه في الساعه دي، لان شكلها دائري بحجم ممتاز 1.43 انش من نوع اموليد بالوان ودقه مفيش بعد كده، ومش هتلاقي الكلام ده في اغلب الساعات المنافسه. وعشان هي اموليد هتلاقي خاصيه العرض الدايم اللي هو اولويز اون ديسبلاي اللي شغال معاك طول الوقت، وكمان تقدر تخصص له وقت يبدا فيه وينتهي فيه من الاعدادات عشان تحافظ على البطاريه اكبر قدر ممكن. كمان اللي بيميز الشاشه دي سطوعها عالي جدا، ومعاك كمان 5 درجات هتوصل له من فوق من هنا من شريط المهام اللي هتلاقيه فيه على السريع كده. نقوله بسرعه: اول حاجه استجابه الشاشه لايدك عشان تشتغل مجرد ما ترفع ايدك. تاني حاجه شكل قائمه التطبيقات الخارجيه اللي هتقدر تغير فيه بكذا شكل عشان تبقى عامل كاستمايز على حسب مزاجك. مثلا لو اخترنا ده هيبقى الشكل بتاع التطبيقات كده، وطبعا تقدر تغير كل فتره بقى او تثبت على الشكل اللي يريحك مع الوقت. بعد كده هنا معانا زرار الاتصال، بعده الاعدادات عشان الوصول السريع، وكمان وضع عدم الازعاج، واخيرا السطوع اللي بدات به الكلام، وتقدر تغير فيه من 1 2 3 4 لحد 5 درجات. وانا بالليل بكتفي بواحد بدل من 4 أو 5، وفي عز النهار يكفيك درجة السطوع تكون 3. وواضح معانا الشاشة باينة قد ايه، وفي اي وقت هتشوف الساعة دي هتقدر تعرف ايه اللي على الشاشة بكل سلاسة. ومن هنا في تحت الشمس الصريحة او في ضوء عالي، في اغلب المنافسين اصلا ما بنشوفش الساعة كويس، ولكن هنا انا عكسهم، انا شايف كويس ومش محتاج اوصل لسطوع لحد 5، لان 2 أو 3 هيبقوا كفاية، ولكن انا بحب اشغلها على 4 أو 5. قبل ما اكلمك على واجهة الساعة، تعال نشوف مع بعض ازاي نوصلها على الموبايل. اول حاجة هتنزل التطبيق على الموبايل وتعمل له سكان للكود اللي هيبقى موجود على الساعة، او تدخل على المتجر سواء بقى متجر جوجل بلاي او الاب ستور، هتكتب اسم التطبيق اسمه وي فلاي فيت. اول ما نفتح التطبيق، لو ما عندكش حساب اعمل عادي جدا بكل سهوله، وانا هنا عندي حساب هضيفه، وهيطلب مني بعدها بقى بياناتي والوزن والتارجت اللي عايزه في المشي وهكذا، وبعد كده تكون دي واجهه التطبيق. هندخل من فوق نعمل ربط للساعه ونعمل سماح، وتبقى كده تمام، هي متصله بالموبايل. تشتغل بقى معاك على اي نظام سواء ايفون اي او اس يعني او اندرويد. تقدر من خلال التطبيق انك تنزل اي شكل للساعه، ومعاك بقى اشكال كتير تقدر تقلب وتغير باستمرار. ولكن هنا في حاجه ما عجبتنيش، وهي ان لما باجي انزل اكتر من خلفيه بيبقى اخر 2 بس، وبعدها لو عايز اجيب واحده جديده ثالثه مثلا او رابعه يبقى لازم ابدلها باي واحده من الاثنين اللي موجودين وكنت منزلهم بالفعل. لكن الاشكال الاساسيه اللي الساعه نازله بيهم مش بيتمسحوا. كمان تقدر تخصص خلفيه ليك وتحط اي صوره سواء بقى صورتك او اولادك او خلفيه انت عايزها، كل ده بالاضافه لكل الواجهات اللي كانت معانا من شويه. ويبقى كده معاك 2 لسه منزلهم، والاساسيين والصور اللي تقدر تغير فيها براحتك. اللي عاجبني في الساعه ان المعلومات اللي بتبقى موجوده عليها بقى سواء الصحه او المشي او اي رياضه طول الوقت شغاله معاك ومتحدثه باستمرار، بالاضافه لتطبيق النشاط الخاص بالساعه اللي بيقيس كل حاجه على مدار الساعه، وبيديك فعلا احصائيات مفيده، زي مثلا قياس ضربات القلب اللي بيبقى على مدار 24 ساعه. كل شرطه من دول متوسط القياسات اللي بتحصل سواء بقى النتيجه عاليه او قليله، وده في كل حاجه زي نبض القلب او نسبه الاكسجين اللي بيبقى في الجسم زي ما ظاهر قدامنا، او الضغط اللي بيفيدني طول اليوم عشان بتابعه. هي اي نعم مجرد قياسات تقريبيه، ولكن مميزه برضو عشان تنبهك. احسن حاجه برضو عجباني هي دقتها في موضوع النوم، عشان بتقول لك نمت قد ايه وبتقارنه بالليله اللي قبلها، ولو نزلت تحت هتلاقي تفاصيل النوم بقى سواء نوم عميق او نوم خفيف او حركه العين السريعه زي الاحلام وكده، او صحيت بالليل ولا لا. والصفحه الاخيره دي لو نمت بالنهار او خدت قيلوله بيحسبها لك بدقه برضو. القياسات دي هتخليك اول ما تصحى من النوم تفتح صفحه الاحصائيات على طول، وكل ده طبعا بيتم مع التطبيق وتقدر تتابعه من خلال الموبايل. وطبعا معانا برضو على القائمه او على الواجهه طقس اللي بيشتغل معاك بكل كفاءه وبيتحدث اول باول. بضغطه الزر الاساسي دي هتدخل على صفحه التطبيقات، فيها كل حاجه من الانشطه والاشعارات والموسيقى والاعدادات وحتى تمارين التنفس والاله الحاسبه. وشايف الرقم اللي على الاله الحاسبه ده عدد المشتركين حاليا بالقناه. ممكن تشترك معانا عشان نوصل للهدف اللي جاي 50,000 مشترك. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك. بعد الاله الحاسبه هتلاقي الفلاش اللي لو فتحته هيديك شاشه بيضاء باعلى سطوع، وبتنفع جدا في الضلمه او لو طالع سلم او اي مكان ما فيهوش نور حقيقي، بتخليك تشوف كويس جدا. لو دخلنا تطبيق التمارين اللي انا كنت مخصص له الزرار اللي تحت زي ما قلت لك من شويه، هنلاقي الصفحه دي اللي لو بتلعب اي تمرين منهم تقدر تشغل صفحته زي كده. مثلا همشي بالداخل هيقول لك جو، وتحتها يقيس نبضات القلب، ومجرد ما تضغط عليه هيديك عد تنازلي ويدخل على التطبيق، وتظهر الواجهه دي اللي فيها كل البيانات الخاصه زي الخطوات والمسافه وضربات القلب. ولو سحبتها للجنب هتلاقي موقف التمرين شويه، ولو عايز تكمل بتدوس هنا، ولو عايز توقف بتدوس هنا. ولو التمرين قصير مش بيسجل البيانات طبعا، ولو طويل بيشيلها معاك في السجل عشان لو رجعت لها مره تانية. الساعه ككل جميله وعجبتني وشايفها قيمه ممتازه مقابل السعر. كمان البطاريه بتاعتها بتقعد معاك تقريبا اسبوع. ايوه الرقم حقيقي اسبوع كامل، بس بالنسبه لي انا بحب الشاشه على اعلى سطوع، ودايما مشغل الاولويز اون ديسبلاي، ومع كل الاضاءات دي والاستخدام ده البطاريه بتقعد معايا من 3 ل 4 ايام كاملين. وبعد كل ده في الاخر بحطها على الشاحن من ساعه لساعتين، وباخدها لمده ايام تانيين بكل بساطه. يعني ممكن اكون بشحنها مرتين
في الاسبوع مثلا، وبالنسبه لو استخدامك بسيط هتشحنها مره واحده في الاسبوع. عشان كده بقول لك الساعه جميله وتستاهل، ولو عايز تعرف اي حاجه عنها اكتب لي في التعليقات او تواصل معايا وان شاء الله هفيدك. عشان لحد هنا اكون وصلت لنهايه الفيديو، اللي لو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك، ولو انت جديد معانا ويهمك المحتوى بتاعنا اتفضل اشترك في القناه عشان نوصل 50,000 مشترك. شكرا على المشاهده، مع السلامه.